السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فطير مشلتت، بس ميني فطير. هنعمله على الطاسة على البوتاجاز من فوق، مش هنفتح فرن ولا اي حاجة، ويطلع معاكي مستوي ومورق زي ما انت شايفة. هقولك كمان في الفيديو ده كل طرق توريق الفطير، هخليكي استاذة فيه. يعني بصي، مش عايزه اقولك زي بتاع بره، خليكي تعملي احلى من بتاع بره كمان. بس قبل ما هبتدي، انا اسمي منى غيث ودي قناتي. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله. انا معايا النهارده كيلو من الدقيق، طبعا الكمية حسب الرغبة. عجينة الفطير يا جماعة مية وسكر وملح، مش اكتر من كده. اوعي تحطي خميرة او بيكنج باودر، او حتى تحطي بيكنج باودر بس. هو ده العجينة اللي احنا كنا بنشوف امهاتنا بتعملها. انا دوبت بس الملح والسكر في كوباية كده، لان كانت حبيباته خشنة شوية. طبعا عيار المية انت بتحطي حبة بحبة لحد ما العجينة تلم معاكي. انا يعني كل عجين بيختلف عن التاني. اللي انا ضفته معلقتين من السكر ومعلقة من الملح لكيلو الدقيق. تمام. بفضل انزل حبة بحبة كده واقلب اقلب اما الاقي الدقيق بتاعي تشرب السوائل، وبراحة كده علشان ما تغلطيش وتلاقيكي حطيتي مية كتير. انت لما هتعجني هتلاقي العجين بتاعك بقى ملبن وناعم زي ما انت شايفة كده. لازم تعجني كويس، وبعد ما تعجني كويس تسيبيه يرتاح. يعني هو بياخد عجن تقريبا كده 7 دقايق، ولازم يرتاح حوالي نص ساعة. انا قلت هشتغل معاكم كده على الطبلية على حاجة واسعة، علشان ابقى براحتي كده وافهمكم انا بورق الفطير ازاي. رشيت بس رشة دقيق كده وقعدت اقرص في العجين بتاعي. في مرحلة التقريص بقى ديت برضو لازم تسيبي العجين بتاعك يرتاح، بتغطي كده بكيس وفوقيه الفوطة. كان معايا كده حتة جبنة مبشورة، ومعايا طبعا الزيت، ومعايا سمنة وزبدة. انا بعمل ميكس بين السمنة والزبدة، حابة تحطي سمنة بس تمام، حابة زبدة بس تمام، انتي وامكانياتك. طبعا زيت لوحده ما ينفعش. الزيت بيعظم الفطير ومش حلو، يعني ما بيبقاش كويس مع الفطير نهائي. فخلينا في ايه، في السمنة والزبدة. وطبعا كان معايا كده حتة لحمة متعصجة، والله هي كانت في الفريزر، فانا طلعتها قلت اما اعمل بيها كام فطيرة كده محشية. بتجيبي اول تقريصة انت عملتيها، بتحطي شوية زيت على المكان اللي انت هتفردي عليه، مش شرط يعني على طبلية ترابيزة رخامة، فانتي وراحتك. وتفضلي بقى تفردي كده من جوه لبره، من جوه لبره. وشفت انا بشد ازاي وبنفض كده في العجين ده، علشان ادخل هوا جوه العجين ويعمل الفقاعات دي. الفقاعات دي بقى اللي بتساعدني على توريقة الفطير. تفضلي ترققي كده، ومن عند الطروف يا جماعة لازم تكون رقيقة. وتجيبي السكينة وتروحي قطعة، كل قطعة يبقى قدامها قطعة زي ما انت شايفة وانا بعمل كده. الحتة طبعا اللي فوق دي لازم تبقى واسعة كده، عشان دي اللي هيبقى فيها الحشوة. وبعدين تفردي بالزبدة كده على بطرفين صباعك كده على العجين. تمام. تحطي بقى الحشوة كده. انا كنت بحط لحمة مفرومة عليها شوية جبنة. وبعدين تطبقي كده يمين وشمال، وبعدين تدهني زبدة وتطبقي، ويمين وشمال وتدهني زبدة. كل تطبيقة لازم تدهني، مفيش فيها زبدة لازم تدهني فيها زبدة. تمام. خلاص كده احنا خلصنا اول واحدة يا دوب. هي طبعا بتبقى طالعة شكل المربع كده، لا انا عايزاكي بقى تدوريها. يعني حاولي تلفيها في ايدك كده وتسيبيها ترتاح، علشان لما تيجي تفرديها وانت رايحه تسوي تفرديها على طول. تاني واحده بقى جبتها برضو، قعدت افرد فيها كده شويه زي ما انتوا شايفين. من جوه لبره، من جوه لبره، ومن عند الاطراف. مش عايزه الاطراف تبقى سميكه يا جماعه، عشان وانت بتاكلي ممكن تلاقيها مورقه وكل حاجه، بس تلاقي فيها حتت تخينه. فاحنا مش عايزين الحتت التخينه دي خالص. تمام. الجزء اللي في النص ده بس في الطريقه دي لازم يبقى سميك شويه، ما يبقاش يعني شوفوا لون الطبلية باين. فانا عايزه بس الجزء اللي جوه يبقى لون الطبلية مش باين فيه قوي. بتدهني بقى زبدة كويس قوي كده فوق الفطيرة اللي انت فردتيها. وبعدين بتجهزي الحشوة اللي انت هتحطيها. لو ما فيش حشوة هتتني وتورقي بنفس الطريقة كده. انا بس بحط الحشوة في النص يعني. خلاص هي حاجة حسب الرغبة كده، حسب رغبتك انت. شفتوا انا اتنيت ازاي وحطيت
الزبدة واتنيت الناحية التانية وحطيت زبدة، وبعدين هاتني يمين وهاتني شمال. تمام. الطروف يا جماعة ما تسيبوهاش مكلكعة، لازم تفرديها وترجعيها معاكي، اوعي تكلكعيها جوه العجين. تمام. وتروحي لفها بقى كده وعاملاها زي تقريصة. خلاص. وتروحي برضو سايباها ترتاح كده. احنا عملنا تاني طريقة، خليكوا كده مركزين معانا. انا بصراحة مش عندهم كام طريقة. تمام. بس انا يعني انا معاكم اهو. جبت بقى واحدة تانية اعملها لكم بنفس الطريقة اللي فاتت دي. بتفضلي تفردي برضو من جوه لبره. الزيت اللي على الطبلية يا جماعة بيسهل العجينة بتاعتك، تلاقيها بتزحلق معاكي. هي دي الفكرة، انتي تحطي زيت افضل ما تحطي سمنة او زبدة. تمام. السمنة او زبدة خليهم على العجين نفسه، انما لما هتفردي على سطح حاجة مسطحة يبقى بالزيت. تحطي الحشوة بتاعتك وتطبقي كده زي ما انت شايفة، وتدهني زبدة، تطبقي الناحية التانية وتدهني زبدة، وبعدين تجيبي يمين وتجيبي شمال. شوفوا انا تلاقوني لو تلاحظوا بجيب الطرف وايه وبعدله كده، ما ينفعش الطرف يتكلكع، وتروحي مكوراه وحطها بقى خلاص كده ترتاح. في برضو طريقة تانية، يا دوب ببططها شوية صغيرين كده واحطها على جنب. اجيب واحدة تانية برضو وبططها شوية واروح دهنها زبدة، واجيب الاولانية حطها فوقها. دول اللي كانوا تقرصتين كده صغيرين، فمش مشكلة يعني لو عملتي واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، عادي. مش شرط يكون عندك ميزان عشان توزني التقريصة بتاعة العجين. وتفضلي بقى تجيبي من جوه لبره كده وتقلبيهم، وتجيبي من جوه لبره تبططي يعني وتقلبيهم تاني، علشان ما تلاقيش واحده اتفردت معاكي من فوق والتانيه من تحت ما اتفردتش. تروحي دهنهم بالزبده، وبرضو مطبقه زي ما انت شايفه كده على الحشوه، ودهنه زبده، وتروحي مطبقه يمين ومطبقه شمال ومكوراه وحاطاه. ديت الطريقه التانية اللي هي بتاعه التقطيع، قلت اما اكررها لكم عشان لما خدش باله من اول مره. بحط الحشوه بتاعتي كده من فوق، وبدهن زبده على الاطراف، وبعدين ابتدي اطبق يمين وشمال، واروح عاملاها ظرف، واطبق يمين وشمال واعملها ظرف. وكل تطبيقه لازم بدهن زبده يا جماعه على اطراف صوابعي كده. خلاص. انا برضو بعد ما عملتها لقيتها صغير، رحت جايبه واحده تانية وفردتها، ورحت حاطه جواها الظرف اللي انا كنت عاملاه في الاول وطبقت عليه. شفتوا كل حاجه في ايدينا، لقيتي التقريصه بتاعتك صغيره بتعالجيها وانت شغاله. تمام. انا كده خلصت. يعني كان في طبعا فطاير تانية بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم. اخر حشوة كانت بالجبنة، رحت برضو مطبقة وكانت تقريصة صغيرة، طبقتها كده هعملها واحدة جوه واحدة. انا خلصتها كده وسبتها على جنب، وبفرد واحدة تانية احط دي جواها، واروح مطبقة عليها برضو. كل تطبيقة يا جماعة ما تنسوش تدهنوا زبدة. الزبدة دي اللي هتورق معاكي الفطير، ولما تتقطع معاكي زي ما انت شايفة كده ولا يهمك، احنا بنورق ونطبق، مفيش حاجة هتبان نهائي. اخر اتنين بقى دول سادة. انا حبيت بس اوريكم ان الطريقة اللي انا بعملها تنفع من غير حشوة، يعني مش مشكلة ان انت تحطي جواها حاجة. فردت اهو من بره الجو، من جوه لبره، من جوه لبره والاطراف، ودخلت فيها هوا. طبعا لقيت ايه الزيت كده خلاص، مش البتاع الايه، ركزي يا منى، العجينه بتاعتي مش مريحاني، فروحت دهنه شويه زيت عشان اعرف افردها. خلاص كده. تفضلي تفردي بقى كده في الزبده عليها، وتدخلي هوا جواها، وتتني بقى عادي خالص. شوفوا انا بتني اهو، مفيش حشوه ولا اي حاجه. واروح جايبه من فوق ومن تحت كده ويمين وشمال كل تطبيقه بدهن زبده يا جماعه، واروح مكوراها كده عاملاها قرصه كره صغيره وحطاها جنبي. دي بقى طريقه برضو تانية، دي طريقه مختلفه تماما، بس ما تنفعش لو هتعملي بحشوه. دي لازم ساده. بتفضلي تفردي في العجينه بتاعتك، وبعدين تدهني زبده كده وتبرمي من تحت. تفضلي تبرميها كده لحد ما تلاقيها معاكي. شفتوا الحبل الطويل؟ تروحي بقى مبططاه وعاملاها على بعضها، هتبقى في ايديكي. شفتي كأن دوامة، زي الدوامة كده. هتشوفوا بقى دلوقتي انا بطبق اهو، وهروح مبططاها على بعضها وتانياها ولفاها، هتلاقيها وطرفها طبعا لازم يبقى من تحت. هتلاقيها في ايديكي زي الدوامة دي. بقى بتبقى تورقتها يا جماعة بتبقى خطيرة، يعني بتبقى تحفة. وانت بتاكلي كده تلاقيها ايه، التورقة بتاعتها ما شاء الله عليها. بتجيبي بقى صينية وتدهنيها زيت، وتجيبي اول فطيرة انت عملتيها
تحطيه على نار اقل من المتوسطة، حاجة بسيطة، وتتابعيها. مجرد ما تاخد لون خلاص انت كده خليك متأكدة ان هي كده استوت، لان طبعا زي ما بقولك النار اقل من المتوسطة، فهتستوي وهتبقى تحفة ما شاء الله. شوية فطير ملبن. نفس المقلاية اللي انا كنت بسوي فيها، جبتها مسحتها من منديل كده، ونزلت بالفطيرتين اللي هما كانوا سادة، لان انا قلت ايه، هاتي يا بنت معلقتين سكر واضربيهم في المطحنة ورشي عليهم سكر وهنتغدى ونحلي كمان بنفس العجينة ونفس كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. ايه طبعا الفطير طالع بسم الله ما شاء الله. كيلو دي عمل لي 10 فطيرات، تحفة يا جماعة. إيه يعني حاجة إيه مش متعبة خالص، سهلة جدا. انا كده قلتلك على كل طرق توريق الفطير المعروفة. الفطيرة دي اللي كانت بالجبنة تحفة. شوفوا قد ايه طرية يا جماعة، ملبن في ايدي ما شاء الله، نازلة بصوا على القلب كده، يعني انت هتاكليها تنزل تطبطب على قلبك. الف هنا للي هيجرب الوصفة مقدما. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث، اشوفكم على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. باي باي.